ازاي تطير في السماء، والنهارده هعرفكم ازاي بقدر الف يمين وشمال حوالين المحور. عرفتكم المره اللي فاتت ان وضع القوس هو اهم وضع لازم اتدرب عليه، واي تغيير بيحصل في اي جزء من جسمي بيكون ليه مردود على حركتي، وده لان مقاومه الهواء بيكون ليها رد فعل على حسب شكل مساحة سطح جسمي. وبعد تدريب وعدد نفذات كبير نجحت ان انا اعملها بشكل متزن. هنا ايدي بتقوم بدور الجناحات زي الطيارة بالظبط. لو حبيت الف ناحية الشمال كل اللي انا بعمله بضغطة بسيطة هلف حوالين محور الشمال لحد ما اقرر ان انا اقف وافرمل بايدي اليمين، والعكس صحيح. لو حبيت ارجع والف ناحية اليمين استخدم ايدي اليمين، ورجلي ممكن تقوم بنفس الدور بس بالعكس. يعني لو حبيت الف شمال كل اللي انا محتاجه ضغطة بسيطة برجلي اليمين فالهواء هيخليني الف ناحية الشمال، ولو حبيت الف ناحيه اليمين كل اللي انا محتاجه ضغطه بسيطه برجل الشمال فالهواء هيخليني الف ناحيه اليمين. والمهاره دي هي مهمه جدا لانها هتاهلني للي بعد كده، وهي قرار الحركه في اتجاه معين.